عبد مين بقى؟ عدى كذا واحد. لا يا راجل. والله عدى اثنين. ها؟ ثلاثة عدى. يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بابا يلا تعالى تعالى يلا يلا. في بقى نازله من هنا؟ ايه يا باشا؟ نازله من هنا؟ لا في لسه. تعالى من هنا بابا. احلى 100 مليون مسا على كل الناس وكل حبايبنا. كل الناس المشتركه عندنا وكل الناس مش مشتركه عندنا. زي ما جينا قلنا قبل كده، صلي على النبي وصبعك الجميل، اعمل هنا لايك واشتراك عشان يجي لك كل جديد. هنوطي صوتي ليه؟ عشان احنا دلوقتي الساعه 3 بعد نص الليل. اتصل بينا كابتن من اسم الرمل تبع خالد بيت طماوي، ماسكين عيل على البحر ناحيه كوبري ستانلي، ماسكينه بكلب متعارك مع ناس، عاضد ناس، حاجه زي كده اهو. هنروح نشوفوا ايه الدنيا وربنا المستعان. طبعا بنحب بنشكر رجال الشرطه اللي بيساعدوا معانا وبيحمونا وبيحموا الناس. طبعا الكلاب المفروض الناس اللي بتبقى معاها كلاب دي، الكلاب دي للحراسه او للترفيه. في ناس بتجيب كلاب اللي بتبقى معاها في البيت بتتمشى بيها بتصاحبها. مش بجيب كلاب للعراك وللمشاكل واللي انا اثبت بيه ناس، ما ينفعش. لازم حل يبقى للناس دي، لان بيجي الوحش او الضرر على كل الناس. لا، اللي بيعمل حاجه غلط يتحاسب، ولازم نحكموها مع الحجر البيطري او الناس دي اللي بيروح مثلا يطلع رخصه او حاجه بتبقى متاح، فانت بتطلع رخصه وكمامه واخدت بعضك ومشيت. لازم تتحكم، لازم نشوفوا حاجه اللي الناس اللي هي الصايعه او الناس اللي بتثبت حاجه ناس بكلاب دي تتحكم، لان مش كده حرام. طبعا رجال الشرطه عماله تلف على رجليها يمين وشمال وبتحمينا واحنا قاعدين في البيت، طبعا محدش حاسس باي حاجه. وتفوجئ اللي واحد بيثبت واحد بكلب وكلب عض ناس. طب ما حرام، طيب حرام يعني عض ناس وعورت ناس وعملت كل ده ليه؟ فلازم اللي احنا الحاجات دي تتحكم، لازم يشوفوا لها حل جذري، لان الحاجه الوحشه بتيجي وبتقع على كل الناس. وطبعا رجال القانون بيبقوا محتاسين ودايخين معانا، فربنا يا رب يقويهم يا رب. شكر وتقدير طبعا لخالد بيت طماوي والناس اللي معاه اللي هي بتلف وبتحرس الناس وبتخلي بالها من حياة الناس التانية، لأن حاجة زي كده أهو لما واحد يعور واحد ويبقى طالع يعور ناس بكلب كده أهو فصعبة. طبعا احنا أخدنا احتياطاتنا وأخدنا جنازير معانا وواخدين المشنقة وهنروح نلحقه بقى كده أهو نشوفوا إيه الدنيا. ومعايا الأشباح أهو الفريق بتاعي، يا مسهل الحال ربنا يخليهم ليا ويحرسهم. يا مروان أنت نايم ولا إيه؟ يلا احنا لسه قدامنا لف، يلا بينا ونقابلكم بقى. دلوقتي 3 بعد نص الليل. طبعا احنا نزلنا بناء عن تليفون جنة اللي فيه كلب ممسوك على البحر من قبل رجال الشرطة. طبعا نزلنا جرينا على طول، اخدنا الجنزير واخدنا المشنقة. عمر ومروان واخدين المشنقة واخدين شغلة ورايحين حوالين بس بقى. لابس الكمام من ورا انت مروان. تعالى مروان يلا. خش بس يا بابا ايه بس يا حبيبي بس لبس ما تخافش انا ماسك اهو. ايوه كده، خليك سريع يا بابا. يا سعاد دي اللي تحت اهي، اوعي بص حط ايدك فين بس يا ابني. الحديده من فوق، من هنا استنى ازاي ما تعدي الجلده من تحت اهي. ايوه من هنا كده. ابعد يا بابا ايدك شويه كده، خلي ايدك من فوق. مش مخرومة. نورنا مروان عمري. ماشي اربط ممكن يا بابا، يتحل منه. اربط يا بابا. اربط بس مؤقتا انت كده اهو. ما فيهاش خرام تانية؟ لا. طيب
فك كنزير. بس واحده واحده بس. شيل 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 من هنا كده. افتحها مو خالص. مو بس وهو عليكم في الاول اه بس يا حبيبي بس. لكن بس فين؟ وايدك هو ده القلب اللي عضوه. عطي مين بقى؟ عدى كذا واحد لا يا راجل. اول ما عدى اتنين ها؟ ثلاثة عدى يلا بينا يلا بينا يلا بينا يلا بابا يلا تعال تعال يلا يلا. في بقى نازله من هنا؟ ايه يا باشا؟ في نازله من هنا؟ لا في السلم. تعال من هنا بابا من ورا من اهو. بس غلط. انت جنبي عشان لو فلت من ورا. بقول لك ايه، ما طب يلا انزل انت من تحت وانا اعدي من تحت الباب الحته دي. يلا بينا. المكان ده. ايه يا ولد؟ هتلاقيه فين؟ ايه اللي معاك ده؟ صور دي صح؟ انا بصور دلوقتي. يلا. طبعا جبنا الكلب محطوط على الفندق اللي هو محطوط الستانلي. طبعا بيقول لك كمان الكلب عض 3 تنفار. يلا يلا هي من هناك. لا لا هي بتاع اللي طالعه منها اهي. يا ابني الباب من هنا. تحت استنى كده. هو الباب منين؟ هقول لك يا راجل. تعالى هاتهم دلوقتي هاخده. تعالى يا بابا ماشي. شايفه. تعالى تعالى يلا 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 فين؟ تعالى تعالى. يلا خلص يا احمد. طيب يا احمد. خلص يا احمد. اه ماشي. الباب اهو. بص لي بقى كده. نعم. وقف بقى انا امسك انت من دي. تمام دي ماشي. التليفون بس انا. اي حد منهم. امسك بقى كده اهو. خد انت الباقي. زي ما انت شادد كده اهو. خلي قلع الخناق يبقى انتوا الاثنين ماسكين كده. خد الكاميرا بيزوم ها. ماشي. امسك الكاميرا انت. هو في خد حد عنده منهم. خد ها. وجبنا الكلب اهو البيتبول زي ما جينا قلنا احنا بندعم طبعا رجال الشرطه والناس، لان كلب بيتبول زي ده جينا قلنا قبل كده الكلاب بتتحط لحراسه او لفيلا او لاي مكان مش للعراق. كلب اهو متعارفين فيه هنا اهو وعاضد 3 تنفار. طب حرام ولا حلال؟ يعني معنى كده الشرطه لما تقابل اي حد وتمسك اي حد يبقى حلال فيهم، لان احنا جينا قلنا قبل كده مش معنى ان انت تمشي بقى بكلب مترخص ومعاه الرخصه ومعاه الكمامه يبقى انت متاح ان انت تعمل بقى ايه بيه اي حاجه. لا غلط. اهو كلب عادي 3 تنفار. طب حلال ولا حرام؟ الحمد لله اخدناه اهو. هيروح بقى يتعمل له محضر. طب ذنب الكلب ايه بقى؟ اهو ونرجعوا نقول نعتبه على الكلب. طبعا الكلب هيتعدم. ايه؟ لا الكلب اللي طبعا لا. بس هو كده هيتاخد منه ويتعمل له بقى هو محضر. هو بقى يتاذى صاحب الكلب ده حيوان ما يفهمش اي حاجه. لكن اللي احنا بنقوله اللي احنا بتبقى معاك كلب مش لاي حد. ويا ريت يا ريت اللي هو الحجر البيطري لما يجي يطلع رخصه برضه. بس دي هتحكمها ازاي؟ اللي هو يشوف اذا كان دوت واحد وحش ولا واحد حلو. هيروح طلع الرخصه وعمل القانون وخلاص واتعارك بالكلب. يعني حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ياخد الكلب يأذي بيه الناس. وطبعا احنا بندعمه رجال الشرطه اللي هي اهي بتسهر وبتلف برضه او حاجه زي كده اهو. لو احنا ما دعمناش رجال الشرطه هتكبر دماغها. كل واحد بقى يمشي يبقى معاه كلب يقعد يعض في خلق الله. يعني حرام يعني في اللي بيحصل مع الناس ده. يلا حسبي الله ونعم الوكيل. وصلنا بقى الاسم اهو وجايبين الكلب بقى هنا اهو نزلوه. يا ريت بقى يا ريت يا ريت يا ريت الناس كده تتعظ.
الحاجة دي بتاعته؟ لا دي حاجه بتاعتنا احنا. ها طبعا الكلب اهو وصل الاسم اهو. واتربط كده حرز وربنا المستعان. يلا بينا المشنقة، وكده الحمد لله سلمناه وهنمشي بقى بسلامة. يلا بينا.